بص يا دبوماوي يا حبيب قلبي، الواد ده اسمه سورامارو، شاب مراهق في ال18 من عمره. توفي والداه في صغره بسبب المرض، وبسبب ان اتولد ضعيف بدون اي موهبة قتالية في عشيرة قوية. ما سلمش من التنمر والاستهزاء، يعني بص، ماضي سوداوي على ابوه يعني. بس للأسف لو كنت فاكر ان دي كانت كل حاجة فانت غلطان. اللي ما يعرفوش حد وحتى هو نفسه ان مصاب بلعنة بتصيب واحد من عشيرته كل 300 سنة بالاخص، وده لانهم عملوا حاجة في الماضي ما كانش المفروض انهم يعملوها. وقال يعني الواد ناقص نصايب عشان يقع عليه البخت المهبب ده. ولكن بجانب ده كله كان بيحصل معاه حاجة غريبة، وهو ان بين كل فترة وفترة بيحلم بقتال بين افاعي وتنانين وصحراء ومقاتلين، والدنيا يا باشا اخر خراب. قتال ليفل وحوش بقى، انت فاكر ايه يعني؟ وده اللي يخليك تتساءل، هل ده علامة لحصول بطن على القوة اللي هتغير من وضعه، ولا بطلنا خياله واسع مش اكتر ودي مجرد خزعبلات؟ تعالى بينا بقى نكتشف حقيقة الكلام ده مع بعض. في مرة من المرات اللي كان بيحلم فيها صديقنا بنفس الحلم للمرة المليون، بيستيقظ على سماع صوت خطوات اخوه شيتارو اللي بيكون جاي له بخبر اختفاء شخص اسمه تينكا من المكان. بيتضايق سورا لما بيسمع الكلام ده وبيقول له: اخونا الغبي ده من جديد راح لوحده، يلا بينا ورايا يا عم. وفي مكان قريب من مكان بطلنا بيكون فيه مجرم هربان من رجال الشرطة، ولكن المجرم ده بيكون بيتصرف بغرابة وفزع، وبيستمر في قول عبارة مش هرجع للمكان ده من تاني. وفي أثناء ما هو غرقان في تفكيره ده بيفاجئ وجود الشخص ده قدامه، وابن المجنونة ده من غير سلام ولا كلام بنلاقيه بيطلع سكينة ويريح عليه وخلاص هيجيب رقبة أخونا ده، إلا والذي نلاقيه بيبص له البصة دي وقام عاطيله واحدة لحسته تراب الأرض، اللي هو أنت يالا ما تسواش بصلة. يا نهار أبيض، لا الواد كاريزما. في الوقت ده بقى بالظبط بيوصل سورامارو المكان، ولكن اللي بيحصل ان الواد الجامد ده بيلقى عليه التحية بنوع من السخرية كده، اللي هو انت لسه فاكر تيجي؟ عشان بعدها بقى نكتشف ان الواد الجامد ده هو تينكا اخو سورا الكبير. ويحزنني ان اقول لك ان العلاقة بين الاتنين دول مش احسن حاجة، وده لان تينكا على طول بيمنع سورامارو من الخروج في اي مهمات لوحده، وده اللي بيخلي سورا يحس ان اخوه معتبر مجرد نكرة ما منهوش اي منفعة، يعني حرفيا بيعامل معاملة المنبوذين. واظنك بقى دلوقتي فهمت سبب غضب سورا في بداية حكايتنا لما شوتارو جاله بخبر اختفاء تينكا. الواد عاوز يثبت نفسه يا اخي. المهم، في وسط الجو المكهرب ده بقى عمنا ده حب يعرف مين الشخص اللي لحسه التراب ده، ولكن اول ما بتيجي عينه على شعار تينكا بتعلو على ملامح وجهه علامات الصدمة، لدرجة انه من شدة الصدمة بيغمى عليه لما بيعرف ان اللي هزمه بيكون رئيس عاشرة الكومو بشحمه ولحمه. يا نهار ابيض، ده ايه كمية القهر دي يا جدع؟ يعني تبقى ضعيف وبتتعامل معاملة النكرة وبتتعرض للتنمر ومصاب بلعنة احتمال انها تصيبك 1 في المليون، ده لو حد متسلط انه يدمر حياة حد مش هيخليها بالبؤس ده. وفوق ده كله تتقارن باخوك اللي هو رئيس عشيرة اصلا، هو بعد ده كله اصلا في مجال للمقارنة من الاساس؟ ولكن عشان اكون منصف، انا متفهم قرار تينكا بمنع سورامارو من الخروج في اي مهمات لوحده، وده لأن بعد قرار حكومة اليابان بمنع حمل السيف اندلعت الفوضى في اليابان كلها بسبب اعتراض مجموعة من الساموراي على القرار ده، واللي كان من ضمنهم طبعا أخونا ده. وكانت الحكومة بتطرده لأنه ضرب الضابط اللي كان معاها في أثناء ما كان بينقله للسجن. ما تقلقش مش حاجة كبيرة يعني، هما يدوب 17 غرزة و20 كسر في جميع أنحاء جسمه بس. وطبعا ده لوحده يخلي تينكا يكتفي بجعل سورامارو ينقل المجرمين للسجن بس، ده اللي خلاه عمل في الشرطي كده، هيعمل ايه في صاحبنا يا ترى؟ المهم، بيكون في الوقت ده سورامارو متوجه هو وشوتارو بالمجرم لأخطر وأكبر سجن في اليابان كلها، الغوكومونجو. السجن ده حرفيا بمثابة مقبرة للمجرمين. وفي أثناء الطريق فجأة المجرم بيقول لسورامارو: هو أنت الضعيف اللي الكل بيقول عليه إنه بلا موهبة وما بيعرفش يعمل أي حاجة غير نقل المجرمين للسجن؟ يا نهار أبيض، دي شكل السمعة سابقة يا معلم. ولكن هيهات هيهات، سورا بكل برود بيقول له: يخرب بيت الثقة اللي انت فيها دي يالا، اللي يسمع كلامك ما يقولش انه كلام واحد على مشارف ملاقاة الجحيم، اهلا بك فلقد وصلنا الى منزلك الجديد. وفجأة بنسمع صوت صرخة مدوية في المكان، ويا حبيبي عينك ما تشوفها الا رقب المعلم وهي بتخبط في بعضها. هما بيعملوا فيهم ايه جوه يا عم؟ مالك يا عم اجمل كده في ايه؟ هتخش وهتعرف بنفسك دلوقتي. وساعتها سورا بيقول له: ملمحكش يالا تفكر بالهرب حتى، افعل أقصى ما يمكنك حتى تعاني وتكفر عن ذنوبك. لا 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 لا، مش معقول يا جدع النظرة دي، اللي ولا فشخ في أفكاره حتى، لا جمدان يا مان.
وفي تاني يوم بقى بيكون تينكا مستغرب من تصرفات شوتارو اللي بقت غريبة اليومين دول، فبياخد سورا وبيطلعوا على المدرسة عشان يشوفوا ايه حكاية المعلم شوتارو. وهناك بنعرف ان دي مدرسته واسمها بوتان. ولكن الغريب ان شوتارو بيقول لسورامارو ان الحيوان ده واللي اسمه جوريتشي ما بيألفش اي حد خارج العشيرة، الا انه لاحظ ان جوريتشي متعلق بصورة غريبة بمدرسته بوتان. ما انت ما تقوليش انها قريبتهم يعني. وفي اثناء تفتيش تينكا على درجات اخوه بيلاقي ساعتها مخطوطه غريبه عليها نقش اقرب ما يكون لنفس الوحش اللي شفناه في منام سورامارو. والغريب ردة فعل تينكا اللي بتقولك انه اكيد عارف حاجه. هي ايه الحكايه بالظبط؟ الصدمات تقف على كده؟ لا والله. تينكا بيتفاجئ بحد وراه بيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ وتخيل يطلع مين؟ بوتان. ايوه، اللي هو ازاي يعني واحد زي تينكا ما قدرش يشعر باقترابها؟ البنت دي وش مش عادية. ولكن هنا تينكا بيقول لها انه تاه اثناء بحثه عن دورة المياه، وعلى عكس المتوقع بوتان بتصدقه وبتقول له عن مكان وجودها. تينكا على طول بيشكرها وبيخلع من المكان. ولكن تفتكر انها صدقته بالسهولة دي كده؟ لا والله. بوتان بتبص على الدرج بتلاقيه مفتوح، وبتردد اسم تينكا كذا مرة كده، والنظرة دي يا باشا وراها كلام كتير. حاسك كده تايه في التفاصيل دي كلها، ولكن ما تقلقش، كل حاجة هتتوضح واحدة واحدة. في تلك الأثناء بقى وبعد رجوعهم بيكون تينكا بيدرب سورامارو على القتال. تينكا واخد الولا رايح جاي وعمال يجلد فيه. الولا آخر ما زهق بيروح بكل قوته على تينكا اللي بعته ولا بعتت ميسي يا أخي، وبالهنا والشفا يا معلم. يا مفتري. في الوقت ده بيجيله الاتنين دول وهم بيستنجدوا بتينكا، وبيقولوا له ان في مجموعه من المجرمين هربوا وكان من ضمنهم سياف قوي قدر انه يسرق سيف المعلم ده، ولو عرف القائد الاعلى بالكلام ده هيعمل العيال دي كفته. ده غير ان طبعا سياف محترف مع سيف هيعمل اللي هيقابله بطاطس محمره. وهنا بيشوف سورامارو ان دي فرصه يثبت فيها نفسه، لكن بتتغير ملامح تينكا ويقوله مش محتاج لشخص مش قادر يحمي نفسه. ايه الولد اتصدم من كلام اخوه ولسه جاي يرد، لا تينكا بيقوله وجودك معايا هيعاقني مش اكتر. سورامارو تملكته مشاعر الاحباط وبيقول اللي انت دايما كده يا تينكا بتعاملني كالطفل، الا تعلم بان ذلك يؤلم؟ فلماذا اذا اعطيتني سيف العائله؟ انه لمن المحبط انك لا تعتمد علي. إن فتر قلب الفتى. ولكن في الوقت ده شيراسو وده خادم لعائلة الكومو بيقول له انه بيعمل كل ده لحمايتكم. هو بيعمل كل ده لانه بيحاول اخذ مكان والديك الراحلان. لا تقسو عليه يا سورامارو، فانت بالنسبة له كطفله الصغير. وهنا بقى يقع مربط الفرس. سورا من ناحية كان شايف ان تينكا مش معترف بيه، وفي نظره سورا مجرد عائق مش اكتر. ولكن من منظور تينكا فكان عارف شعور اخوه ومعاناته، فكان بيحاول على قد ما يقدر يبعده عن اي قتال، وبيتولى هو كل المهمات بجانب كونه رئيس العشيرة اللي بتقع عليه مسؤولياته الخاصة برضه. كم انت عظيم يا تينكا. وهنا سورا لما فهم اللي بيجرى رجعت له الروح من تاني، وبيندى على شوتارو عشان يروحوا يساعدوا اخوهم الكبير. ولكن في تلك الاثناء كان بيدور حديث هيشقلب موازين الحكايه كلها. الضابط ده بيقول للي معاه ان مضى اكتر من 10 سنين منذ ان اصبحت السماء ملبده بالغيوم. فالتاني بيقول له تفتكر ان الاسطوره دي حقيقه؟ عن اي اسطوره تتحدثون؟ انها اسطوره الاورتشي اللي بتنص على ان كل 300 سنه ستغيب الشمس وستمتلئ السماء بالغيوم نذيرا للكارثه العظمى التي تنبئ باقتراب يوم بعث الاورتشي. اوبا، ده ايه الكلام الكبير ده؟ ايوه زي ما جه في بالك دلوقتي. يا ترى هل حلم سورامارو في الوقت ده بالذات صدفه؟ طب حتى لو صدفه، هل تلبد السماء بالغيوم لما يقرب ل10 سنوات ده امر طبيعي؟ ما جالكش فضول تعرف المخطوطه دي كانت بتنص على ايه؟ بس خلينا الاول نشوف سورا هيعمل ايه مع المجرم ده. فاثناء حديثنا الشيق ده كان عمنا سورا وجد المجرم وكمان قدروا يحاصروه بفضل مهاره شوتارو. ولكن المجرم مش سهل برضه، بيسحب السيف اللي سرقه من الضابط وبيهجم على سورامارو على طول. وهنا سورا راودته بعض الشكوك، هل انا فعلا قادر على هزيمته؟ انا لحد دلوقتي ما قتلتش مع حد في قتال فعلي غير اخويا تينكا الا ابرحني ضربا. يا حلاوه، يعني الواد ما عندوش اي خبره قتاليه، امال انت جاي تهبب ايه هنا؟ ولكن تفتكر ان هيروح في خبر كان بالسهوله دي كده ولا ايه؟ لا والله. مع اول محاوله للمجرم سورا بالفعل قدر يتصدى له، وهنا كانت الصدمه. الواد سورا مش مصدق انه طلع بالضعف ده كله على عكس ما كان متوقع، وواحده كتانه في لمح البصر وبالسلامه انت. الواد شوتارو بيكون طاير من الفرحه وبيجري على اخوه وبيقول له عملتها اخيرا يا سورامارو. وهنا والاول مره سورا بيحس انه فعلا اصبح قوي. ولكن يا فرحه ما كملت صديق الدبماوي،
المجرم بيقوم يقف من وراه كأن لم يكن، وبحركة دنيئة بيرش رمل في وشه، ووراها بيديله باليد في بطنه وبيقول له: هو واحد زيك يالا شغال كلب للحكومة مش عارف احساسنا احنا الساموراي؟ من بعد قانون منع حمل السيف كل اللي قدرنا نعمله اننا نجول الشوارع فقط. وساعتها بيقول له نفس كلام المجرم السابق: انت يالا مجرد فتى احمق ضعيف رغم كونك من الكومو. نفس الكلام من جديد. يا الله، يا ترى كم من المرات قيلت لهما تلك الكلمات التي تشعرك ألا قيمة لك في تلك الحياة؟ وللأسف هي دي كلفة إنك تتولد ضعيف في عيلة قوية، مفيش حد هيرحمك من التريقة ولا الاستهزاء. المجرم من جديد بيقول له: أخوك ده غبي عشان يدي الواحد زيك سيف زي ده. الكلمتين دول أغضبت من كان عليه تفادي إثارة غضبه. شيوتر وفي لمح البصر بيروح ينزع السيف من ايد المجرم. لا عاش عليك يا ابني والله. بس هنا كانت الصدمة لما انكشف السيف من غمده، بنلاقيه بالي وحالته مزرية لأقصى درجة. المجرم بيتصدم زينا بالظبط من المنظر، وبنشوف ذكريات سورامارو لما كان تينكا بيديله السيف وهو بيقول له ان السيف ده لن يقتل احد، انه سيف للحماية. انت بتقول ايه يا تينكا؟ سيف ايه ده اللي استخدمه للحماية بحالته المزرية دي؟ ولكن العجيب ان مجرد تذكره للكلمات دي اشعلت في قلبه نار الشجاعة. بيقوم سورامارو من تاني وبيستعد للهجوم، وواحدة من اللي قلبك يحبها وافقد سورامارو الوعي نهائيا. لقد صدقوا القول عندما قالوا ان الرجال تولد من رحم المعاناة. وفي اللحظة دي كل اللي كان بيفكر فيه سورامارو ان يا ترى ده هيغير من رأي تينكا؟ هل سيعترف بيه ولو قليلا؟ اي حب هذا بين الاخوين، يا ليت الجميع يصبح مثلكما. وتعالى بقى اوريك صديقي الصدوق حاجة كده مش عارف بصراحة ايه المصطلح المناسب لوصف المشهد ده. تينكا بيكون بالصلاة على النبي كده خلص على مجموعة كاملة لوحده، ولكن كفاية النظرة دي في عيون سورامارو، عيونه شارحة كل الإحباط والحسرة بسبب ضعفه. وفي وسط سيل المشاعر المختلطة دي بيظهر المجرم من جديد ورا سورامارو وبيمسك في رقبة الولا وهاتك يا خنق على آخره. يخرب بيتك يا جدع، هو أنت لو ما غدرتش ما ترتاحش؟ وبعدين أنت عاوز تتضرب كم مرة بالظبط عشان تهمد وتسكت بقى؟ سورا هو التاني فقد وعيه من شدة الاختناق، وفي لحظات معدودة بتعدي هفوات من ماضيه، وساعتها بيقوم مفزوع في أحضان تينكا اللي بيكون بالفعل فتك بالمجرم نهائيا. ولكن الموضوع مش هيمر مرار الكرام، ده كان في حد ميت وشكله كان حد مقرب منه. بياخده تينكا في حضنه وبيقول له ما تقلقش أنا جنبك وكل حاجة هتبقى تمام. وفي أثناء عودتهم بيعيط سورامارو بكل حرقة، بيلعن ضعفه وقلة حيلته، مش عاوز يفضل حمل على أخوه. هي كل الحكاية انه نفسه يثبت وجوده ولو لمرة واحدة بس، مش عاوز حد يعايره بالضعف من تاني. تينكا بيواسي سورامارو وبيقوله ابكي زي ما انت عاوز، ولكن ارجع اقوى من الاول يا سورا. مش عيب انك تعيط، ولكن العيب انك ما تقومش بعد ما تقع. وفي تلك الاثناء بقى وبالتحديد في سجن الغوكامونجو بيلاقي الحارس ده بيقول للمجرم اللي مسكه تينكا هل جلبت ذلك الشيء؟ المجرم بيقول له ازاي عاوزني اجيب لك حاجة زي دي؟ فساعتها الحارس بيقول له يا للأسف، وبيدخله زنزانة وبيصعق بوجود شخص غامض مغلغل بالسلاسل. اوبا، دي شكل الحكاية هتولع من هنا ورايح. بس هو ايه الشيء اللي بيتكلموا عنه ده؟ ويطلع مين الراجل ده هو كمان؟ حاجات كتير غامضة ومش مفهومة. على الجانب الاخر بقى بيكون شيراسو وتينكا اتفقوا انهم يودوا سورامارو لطبيب العشيره عشان يعالجوه، لكن شيراسو بيكون لسه قلقان عليه وبيقول لتينكا هل يا ترى سورامارو استعاد ذكرياته حول تلك الحادثه؟ فبيقول له تينكا كلا، على الارجح ان بعض القطع والاجزاء من تلك الذكريات عادت لذاكرته عندما كان مخنوقا. وعلى الرغم من ذلك كنت اتمنى انه لو نسي كل تلك الاشياء. يا ترى ايه الحكايه؟ في تاني يوم بقى بعد ما سورامارو خلص علاج بيقعد يفكر بينه وبين نفسه، بيقول يا ترى حصل امتى الكلام ده؟ وفي عز ما هو مشغول في تفكيره ده فجأة بيلاقي ايدين بتقرب منه. سورامارو بيتملكه الرعب ومرة واحدة بيقوم ضارب شوتر وهو بيصرخ فيه بأعلى صوت. مش معقول اللي حصل ده، الولا شوتر هو كمان بيتصيم لما بيشوف سورامارو بالحالة دي. ما هو مش معقول يعني اللمسة الصغيرة بتاعتي دي هتعمل ده كله يعني. يعني انت اللي ورا ده كله يا معلم، منك الله يا اخي والله. ولكن الموضوع مش بالبساطة دي، لأن منظر سورامارو ده إن دل على حاجة فهو بيدل على فظاعة الحاجات اللي شافها عشان تخليه بالمنظر ده بمجرد مسحة بسيطة. الظاهر كده إن تأثير الصدمة الناتجة عن اللي شافه سورامارو في ذكرياته كان أكبر مما نتخيل.
في الوقت ده بقى بيوصل تينكا، لكن سورومورو ما بيعبرهوش لما بيقابله وبيكمل طريقه في صمت تام. وفي حين ان شيتارو راح وراه عشان يصالحه، الطبيب بيقعد مع تينكا وبيسأله عن حال شيرازو، فبيقوله ان مرت 10 سنين من ساعة ما جبت شيرازو لهنا، مش كده؟ وبنلاقي ان حالته كانت في الوقت ده متدشملة على الاخر. ايه يا ترى لحقك من اي نصيبة انت كمان؟ المهم بيستغرب تينكا ايه اللي خلاك تفتح السيرة دي يعني، فبيقوله لان لحد دلوقتي مش قادر اصدق انك سبت واحد ما تعرفش عنه اي حاجة يعيش معاك. فبيقول له تينكا ما تكبرش يا عم الموضوع قوي كده، انا عارف بالفعل حقيقته. فبيقول له الطبيب ده احد الناجين من سلالة الفم القاتلة تلك كما تعلم. والله وطلعت ذا شأن يا شيرازو. ولكن كل اللي اعرفه عن العشرة دي لحد دلوقتي انهم مجموعة خطيرة من القتلة، كل افراد عشيرتهم بيتميزوا بشعرهم الابيض المهيب وعيونهم البنفسجية. تينكا بقى ساعتها بيتفاجئ من معرفة الطبيب بهوية شيرازو الحقيقية، فبيقول له الطبيب كان موجود في قديم الزمن 3 من اشهر قبائل النينجا، واحدة منهم هي الكوغا، وقفت مع الرجال، وكل اللي بينتمي للعشيرة ديت عبارة عن نينجا رحيمون اقسموا بالولاء التام لاسيادهم. والاخرى ومن اختارت العمل مقابل المال هي الايجا، ودول ما كانوش بيعملوا اي حاجة اكتر من عقودهم اللازمة، ولا ازيد ولا اقل. واما العشيرة الاخيرة والاخطر فهي الفومة. وقبل ما الطبيب يكمل كلامه عن الفومة بيقاطعه تينكا وبيقول له ان عصر الفومة انتهى منذ امد. الطبيب بيقول له حتى لو كنت انت اللي بتقول الكلام ده يا تينكا، ما تنساش انه في الاصل نينجا من عشيرة الفومة. انت يا تينكا مش عارف فين وامتى هيتورط في المشاكل. والله كلام جدا خطير. ولكن تينكا من جديد بيقول له انا عارف انك قلقان عليا، ولكن هو دلوقتي اصبح كنجي شيرازو صديقي المقرب. وهنا بقى واخيرا بعد حوار طويل عريض بيقتنع الطبيب بكلام تينكا. ولكن في نفس الوقت ده بنلاقي وش النصيب دول داخلين على تينكا خير، فبيقولوا له انه لازم يرجع للضريح حالا، وده لان في انباء بتقول ان المجرم المطلوب ناوتو كاجامي متوجه لضريح الكومو، وده الحبيب قاتل خطير جدا بيقال انه مهووس حرفيا بالقتل. ولكن ما خفى كان أعظم. تينكا بيلاحظ إن وقت ذهاب القاتل للضريح بيصادف نفس الوقت اللي من الصعب يكون فيه حد موجود هناك. أنت فاهم ده معناه إيه؟ سورومارو وشيتارو في خطر، ولازم إن تينكا يوصل لهناك في أسرع وقت. وهناك كانت الصدمة. تينكا أول ما بيطلع بيلاقي أعداد غفيرة من أفراد الجيش محاصرين كل المكان. هو إيه اللي بيجرى يا جماعة؟ ده شكل الموضوع في إنه. وبالفعل المعلم ده بيقول له شئت أم أبيت أنت لازم تفضل معانا هنا. لكن تفتكر إن ده هيحصل يا دوباماوي؟ لا والله. تينكا قام عاطيهم واحدة شمال في شمال، واللي بعده يا هناه يا سعده. في الوقت ده بقى بيكون شيتارو قاعد زعلان بسبب اللي حصل مع سورومارو، وبيحاول يلاقي أي طريقة يصالحوا بيها. ولكن هوب بنلاقي القاتل داخل عليه، بيقرب منه وبيحاول يعرف منه ازاي يوصل لسجن الغوكومونجو. لكن ايه السبب يا ترى؟ فبيقول له شيتارو ما ينفعش اقول لك حاجه زي دي وتينكا اخويا مش موجود. فبيرد عليه القاتل وبيقول له انا جاي من طرف الحكومه بحاجه مهمه ومحتاجك تساعدني عشان اوصله للغوكومونجو في اسرع وقت. انت بتقول ايه يا عم انت؟ ولكن دي شكلها فعلا مؤامرة كبيرة بتتعمل. لكن مين اللي ورا ده كله يا ترى؟ مين اللي خطط ودبر لكل ده وفضل مستني اللحظة اللي هيكون فيها تينكا بعيد عشان ينفذ فيها اللي هو عاوز يعمله؟ ولكن يبقى السؤال كما هو، هل يا ترى شيتارو هيقدر يتصرف لوحده في وضع زي ده؟ الإجابة طبعا هي لا، بل بالعكس تماما. شيتارو للأسف بيوافق انه يساعده لأنه كان مفكر انه لما ينجز المهمة دي ساعتها هتتغير نظرة تينكا وسورومارو ليه، وهيبقى أخيرا الشخص اللي اعتمد عليه. والله وجبت العيد يا شيتارو. ولكن من حسن الحظ ان سورومارو بيوصل في الوقت ده وبيلحقهم قبل ما يمشوا. بينادي على شيتارو وبيقول له انه يروح بسرعة ينادي شيرازو، لكن شيتارو بيستغرب من كلامه وبيقول له انا رايح مع ناوتو لسجن الغوكومونجو. سورومارو بقى واقف هيتهبل، بيتعصب عليه اكتر وبيقول له اعمل بس اللي بقولك عليه. الولا شيتارو يا عيني بيترعب منه وبياخد بعضه وبيمشي والدموع مغرقاه. نواتو بيقول له ادي التوصيله راحت يا عم، يخرب بيت بجاحتك يا جدع والله. سورومارو بقى بيقول له ليه واحد مش من شيغا اصلا عاوز يروح للغوكومونجو؟ مفيش حاجه كويسه هتيجي من ورا قاتل زيك شغال تقتل في الجنود وتحويلهم لكومه من الجثث. ده شكل صاحبنا قفش اللعبه ولا ايه؟ ولكن يا الحبيب فجاه بتتحول ملامح القاتل ناوتو كاجاما وبيقول له سورومارو انت
انت بقيت من عداد الموتى، وبيهجم عليه فجأة قبل ما سورامارو يتدارك نفسه. حتى في الوقت ده بقى بيكون تينكا شغال يشمع ويكيس في أفراد الجيش. القائد بتاعهم لما بيلاقي إن وضع جنوده أصبح مزري وأغلبهم ما عادش قادر إنه يستمر في القتال، بيضطر ساعتها إنه يخرج عشان يقاتل تينكا. وده بقى تاكيدا راكشو قائد المجموعة المرسلة بأوامر الحكومة المباشرة. لكن تينكا بيتجاهل تاكيدا راكشو وبيمشي لأنه كان عارف إنه ما ينفعش يضيع وقت أكتر من كده. ولكن فجأة تاكيدا بيقول له هتهرب من هنا زي ما هربت من ماضيك يا جبان. والغريب ان تينكا اول ما سمع الكلام ده بيقف على طول. هي ايه الحكايه؟ بيكمل تاكيدا كلامه وبيقول له انت صحيح الرئيس الحالي لضريح كومو، ولكن هل يعلم اخواك بشان الاوروتشي؟ وهنا في ثانيه الا ثانيه كان تينكا واقف قدامه بيبلعه بطنه. بيقول له انا يالا ما يهمنيش ان كنت من الحكومه ولا الجيش، ما دامك بتتنفس تحت السحاب ده فلا تتجاوزني، فانا القانون. يا رباه إنها العظمة يا سادة. بيقول له ما دامك بالقوة دي ليه غادرت تلك المجموعة؟ شخص بقوتك دي ما يستحقش يفضل في بلد صغير زي شيغا. بيرد عليه تينكا وبيقول له ما تتوقعش مني حاجة كبيرة، لأني فهمت بالطريقة الصعبة معنى إنك ما تكونش قادر على حماية الأشخاص المقربين إليك. ده شكل فيه قصة وحوار كبير ورا الشخص ده. في تلك الأثناء بقى بيكون سورامارو بيعاني الأمرين في قتاله مع ناوتو. أما ناوتو فهو حرفيا بياله معاه مش أكتر. ده يا جدع نازل تقطيع في الشجر وكأنه بيقطع في خيار. وفجأة سورامارو بيتسمر في مكانه. إيه الجنون ده؟ ماذا تكون أنت بحق الجحيم؟ الولد بيقف مصدوم في مكانه من اللي شايفه. ومين في مكانه ما كانش هيتصدم لما يشوف سلاح بالمنظر ده؟ حرفيا أي غلطة ولو صغيرة معاها تنهي على حياته بالكامل. وفي مكان تاني بقى بتكون المجموعة دي بتحاول تجمع معلومات بخصوص اللي بيحصل في شيغا. فبنعرف منهم ان المدعو بناوتو كاجاما ده حكايته حكاية. اولا كده ناوتو كاجاما ده كان من المقاتلين اللي انقلبوا على الحكومة الجديدة بسبب قانون منع حمل السيف، وبسبب كرهه الشديد للحكومة تحول لقاتل مهووس بيفتك بكل اللي ليه علاقة بيهم. يا نهار ابيض، يعني ولا حكومة ولا بتنجان اللي بعتاه. وكمان بنعرف ان المعلم تاكيدا هو كمان اتحرك لوحده بدون اي اوامر. انا قلت كده والله، يعني ده بالله منظر واحد الحكومه بعتاه باوامر مباشره. ولكن فجاه قائدهم بيخرج عن صمته وبيقول لهم لو كل حاجه مشت تمام معانا زي ما احنا عاوزين في شيغا هنقدر نحصل على معلومات بخصوص الوعاء. استنى لحظه، وعاء؟ يا ترى انت دورك يطلع ايه في اللي بيحصل هناك بالظبط؟ في اللحظه دي بقى بيكون سورامارو وقع بالفعل في ايد ناوتو بيقول له هو انا اللي فكرتك هتسليني؟ على العموم انا سمعت انك بتبحث عن وعاء الاوروتشي. سورامارو اول ما سمع الجمله دي اتبدلت ملامحه تماما. بيقول في باله ده يطلع ايه ده؟ هل ده حاجه اخويا خدها لوحده؟ يا ترى لحد امتى هتفضل تستبعدني كده يا تينكا من كل حاجه؟ سورامارو خلاص فقد الامل في كل حاجه، ولا اب ولا صديق ولا اي حد عزيز عاوز يفهمه. لكن الموضوع يقف على كده؟ لا والله. هوب فجأة بنلاقي اللي رايح على ناوتو عشان يجيب خبره. كان فينك يا راجل من بدري؟ اهو جالك بقى يالا اللي هيعلمك الادب. شيراسو بيقول لناوتو الواد ده مهم ولازم ترجعه، لكن تفتكر ان ابو راس التحلب ده هيسمع كلامه؟ لا والله. اللي ولا قام طاير وقام رازعه واحدة التانية التالتة والحكاية اخر جمدان. سورامارو بقى واقف مصدوم من قوة شيراسو. بقى هو ده نفس الشخص اللي عايش معايا؟ ولكن الخسيس ناوتو على حين غرة بيسيب شيراسو وبيهجم على سورامارو وشيتارو. ولكن انسى يابا، انت بتتكلم عن مين؟ ناوتو بيقول له هو للدرجة دي وصل بيكم الحال يا الفوما انكم تبقوا مجرد خدام؟ شيراسو يسكت على الاهانة دي؟ لا والله. قام قفشه من وشه وقال له اولا كده احنا الفوما عبارة عن ظلال متقلبة، ولا بيهمنا المال ولا الشرف. وعن هدفنا بقى فاحب اقول لك اننا بنحقق اي حاجة قلنا اننا هنحققها. وبينهي عليه بهجوم جو ارض ولا اروع. ولكن كلماتك دي تقلق قوي يا شيراسو. هل فعلا كان الطبيب عنده حق في تحذيره لتينكا، ولا شيراسو شخص مختلف فعلا زي ما قال؟ ولكن الحكاية لسه ما خلصتش. راس التحلب ده بيقوم من تاني وفجأة بنلاقيه بيرمي كل أسلحته على شيراسو بقى بين نارين، يتفادي الهجوم ويتصاب كل من شيتارو وسورامارو ولا يضحي بنفسه في سبيل حمايتهم. ولكن تينكا كان ليه رأي تاني خالص. في مجرد لحظة قلب الوضع رأسا على عقب. يخرب بيت العظمة يا جدع. وهنا بقى ناوتو بيقول لتينكا هو انت تطلع مين انت كمان؟ فبيرد عليه تينكا وبيقول له انا يالا عمك تينكا نمبر 1. لا عجبتني يا صاحبي، ولكنك اهدرت نفسك ككلب للحكومة. بيقول له تينكا ده انت شكلك كاره الحكومة واللي جاب الحكومة يا جدع.
وهنا ناوتو بقى بيبدأ يقول لتينكا عن حكايته وازاي وصل بيه الحال للوضع ده. في الحقيقة بقى ناوتو كان أحد الأفراد اللي خدم الإمبراطور بكل إخلاص لصالح البلد قبل ما يتحول لقاتل مهووس بيفتك بكل مؤيد الحكومة، تخيل. لكن الإمبراطور أول ما حقق مراده منه تخلص منه وحاول نفيه. من الآخر كده يعني كان مجرد لعبة في إيد الحكومة. لا والمضحك بقى إنه بيحاول يضم تينكا ليه وبيقول له إن هدفه كبداية يقود سجناء الغوكومونجو للقضاء على طغيان الإمبراطور الحالي صاحب قرار منع حمل السيف. وده بقى بما إن غالبية السجناء الموجودين في الغوكومونجو من المقاتلين اللي تمردوا على القرار ده. ولو انت مش مستوعب خطورة الموقف فأنا عاوزك بس تتخيل ايه اللي هيحصل لو اتحرر السجناء المحملين بالضغينة والكره الشديد للإمبراطور ده مرة واحدة. حرفيا هيعيشوا في الأرض فسادا، مجازر وكوارث لا تعد ولا تحصى حرفيا هتحصل. وطبعا لو حصل حاجة زي دي ولا تينكا نفسه حتى هيعرف يعمل أي حاجة. تينكا أول ما استوعب الموقف بيقرب منه وبيقول له ولا تحلم حتى. وفي ثواني تحول الوضع من مجرد حديث لقتال حامل وطيد. ولكن ما تعديش ثواني الا ونلاقي ناوتو متمسح بتراب الارض. بيسيبه تينكا وبيقول له انت تقدر ترفض الحكومه الجديده وتعارضهم براحتك، لكن لو كنت بتعمل كل ده عشان بلدك فعلا فانسى فكره الانتقام دي خالص وعيش حياتك، فالعالم كبير كما تعلم. وبيسيبه وبيمشي. ولكن ناوتو ابو راس تحلب ده مش بالشخص اللي هتغيره مجرد كلمات. وفجأة من جديد بيحاول الهجوم على تينكا أول ما بيديله ظهره، ولكن ومن حيث لا نحتسب بنلاقي الحبال طايرة عليه من كل مكان. هو ايه اللي بيحصل ده؟ ولكن نتفاجئ بأن المسؤول عن الكلام ده هم نفس المجموعة الغامضة اللي ظهرت في البداية. يا ترى ايه الحكاية؟ بيقول لهم تينكا اقوى فرقة خاصة جاية عشان مجرم زي ده؟ مش معقول. فبيقول للقائد بتاعهم انه في الطبيعي ما كناش هنتحرك، ولكن بسبب خطأ المستجد الجديد اللي اخذ الجنود واتحرك لاسبابه الشخصية اضطرينا نيجي نصلح غلطنا. وبيعتذر لتينكا عن اللي حصل. وده بقى اسمه آبي، قائد الفرقة الخاصة فرقة اليامينو. ولكن الموضوع يخلص على كده؟ لا والله. ناوتو من جديد بيحاول يهرب، ولكن يا الحبيب في أجزاء من الثانية آبي بكل مهارة 1 2 الأمور تحت السيطرة. يا نهار أبيض، ده القائد مش من فراغ برضه. وهنا بقى بياخدوا ناوتو وكل واحد منهم بيروح في طريقه. ولكن الموضوع بالنسبة لسورامارو كان مختلف خالص. وفي مكتب اليامينو بقى بيكون الوزير بيسألهم عن احتمال ضم تينكا من جديد ليهم. وهنا بنكتشف ان تينكا كان في يوم من الايام عضو سابق في اليامينو، أو بالأصح القائد السابق لفرقة اليامينو. لكن يا ترى إيه اللي حصل وخلى تينكا يمشي ويسيبها، وخصوصا إنه كان القائد. في تلك الأثناء بقى بتظهر بوتان قدام تينكا وهي بتوريله المخطوطة دي. تينكا بيقولها انت تكوني مين بجد؟ بتقوله بوتان انا زيك بالظبط ببحث عن وعاء لوريتشي الثعبان العظيم. تينكا بيتصدم، بتكمل كلامها وبتقوله على فكرة مش احنا بس اللي بنبحث عن وعاء لوريتشي. ايوه في الحقيقة بقى فرقة اليامينو هي كمان هدفها الاوحد والوحيد ايجاد وعاء لوريتشي. وفي مشهد واحد بيظهر فيه كل من تينكا وآبي وهم بيقولوا جملة إن عليهم إيجاد الوعاء قبل أن يعود الأوريتشي بشكل كامل. ولكن تينكا بيكون عاوز يحميه وآبي بيكون عاوز يقتله. وهو ده بقى بيكون السبب اللي خلى تينكا يغادر المجموعة. بتستغرب بوتان من كلام تينكا، فبيقول لها إحنا هدفنا هو قتل الأوريتشي نفسه مش الشخص اللي بيملك وعاءه، فأنا أكره القتل بدون داع. ده شكل الحوار كبير سعادتك. ولكن مين بقى اللي كان واقف وسمع كل حاجة؟ سورامارو. الولا بيتصدم، هو ايه حوار الأوريتشي ده؟ هو كل لما اروح مكان الاقي الجملة دي مرتبطة بيك بشكل من الاشكال. يا ترى ايه اللي بيحصل معك يا تينكا بالظبط وانا مش عارف عنه اي حاجة؟ أحداث وأسرار تقبع خلف تلك الأسوار، فإن كنت تجرؤ على الاستمرار فاضغط الآن على زر الاشتراك لنمضي في رحلة لداخل تلك الأسوار. أسيبك بقى مع الحكاية دي تصبر بها نفسك. وبالمناسبة محتاجين الفيديو ده يوصل 3000 لايك، وكمان ما تنساش تقولي رأيك في التعليقات لأن كلامكم أكبر محفز ليا. هو بس كده، كان معاكم محمد سالم ودمتم في رعاية الله.